السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهارده فيديو زي ما باين من العنوان أكيد أغلى 10 انتقالات في التاريخ، بس كلهم وراهم حكايات. فخليني أقول لك بسرعة عشان ما أطولش عليك أكتر من كده مين هما ومن العاشر لحد الأول. فلو عايز تعرف ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. يلا بينا. في المركز العاشر معانا ديكلان رايس، بس ديكلان رايس مع حكاية أساسا. يعني لما تشوفوا بتشيرت الأرسنال ده لوحديها حكاية، لأن القصة كلها إن ويست هام كانت عايزه تبيع ديكلان رايس لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد كان ساعتها اولي جونر سولشاير هيموت عليه حرفيا، نفسه في ديكلان رايس اكتر من اي حد، لدرجه ان اتعرض عليه اسامي مختلفه زي ويلفريد انديدي. ساعتها اتعرض عليه كمان من انديه كتير، ديفندرات كتيره جدا. قال لك ديكلان رايس القطعه الناقصه عندي عشان اطلع من المركز التاني، ساعتها كان هو تاني الدوري، الى المركز الاول. فما رضيوش وما عرفوش، ما توصلوش اتفاق مادي، ما توصلوش اتفاق، حتى كان في لعيبه هتطلع زائد مبلغ مالي. قال له لا، مفيش الكلام ده، احنا عايزين مبلغ مالي على طول. فبالفعل ارسنال عرف دماغهم وعرف ان هم عايزين فلوس كتيره قوي، وقالوا لديكلان رايس انت ايه اللي خرجك من لندن؟ ما احنا في لندن وانتوا في لندن، تعالى لندن. وبالفعل تمت الصفقه ب 116 و60 من 100 مليون يورو. يعني ايه؟ يعني 116 و600 الف يورو. في المركز التاسع معانا صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، اما انتقل لليوفنتوس. طبعا حكايه انتقاله لليوفنتوس من ريال مدريد تمت بعد كأس العالم وهو ماشي من ريال مدريد بطلا لأوروبا. بس الحكاية أكبر من كده، لأن الخلافات اللي تمت مع رئيس النادي حول العقد الجديد معاه. ان انت عايز عقدك الجديد يبقى ازاي؟ قال له انا عايز ابقى اعلى مرتب في كرة القدم، اعلى من منافسي المباشر ليونيل ميسي. وده طبعا الامر اللي اتقابل بالرفض الشديد من فلورنتينو بيريز، لانه ليه سياسه صارمه وواضحه في الرواتب حتى لو انت كريستيانو رونالدو شخصيا. فاللي حصل ان كريستيانو مشي وراح على اليوفي. وبالمناسبه كريستيانو دلوقتي بيلعب مع النصر. فلو عايز تعرف كريستيانو ما بيحققش بطولات ليه مع نادي النصر حتى الان، مع ان بطوله عربيه اتحققت بس هي وديه مش محسوبه، هسيب لك لينك الفيديو تحت في الديسكربشن، وممكن تلاقيه ظهر هنا او هنا او هنا او هنا او هنا، يمين شمال فوق تحت، انت هتلاقي الفيديو ظهر لك. كريستيانو انتقل من الريال الى اليوفي بمبلغ قياسي بلغت قيمته 117 مليون يورو بالظبط. في المركز الثامن معانا بقى جاك جريليش، وده انا مستغرب ان هو موجود في القائمه اصلا، لان جاك جريليش انتقل من استون فيلا الى نادي مانشستر سيتي. من نادي مانشستر سيتي اعلن انه تعاقد مع جاك جريليش بمبلغ 117.5 مليون يورو. كتير قوي والله، كتير قوي على جريليش. بس جريليش ساب فريق استون فيلا وكان جمهوره بيقول له انت مشيت من نادي معاه دوري ابطال اوروبا ورايح نادي معهوش. بس جريليتش خد مع مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا، قال لهم كلنا معانا دوري ابطال اوروبا دلوقتي، وفضل سكران لحد وقت الفيديو هذا، بقاله اكتر من سنتين سكران. فوق يا جريليتش والعب مع النادي. في المركز السابع بقى معانا انطوان جريزمان من اتلتيكو الى برشلونه. واحب اقول لكم ان انتوا هتسمعوا اسم برشلونه في القائمه دي كتير جدا، من او الى. انطوان جريزمان راح الى برشلونه ب 120 مليون يورو. كتير قوي، انا مش عارف برشلونه كان معاه الفلوس دي كلها اساسا في القائمه دي اللي احنا هنقولها. الفلوس دي كلها جت من والى ازاي؟ ده صرفوا كتير قوي. برشلونه جابوا انطوان جريزمان موسم 2019 2020 بعد تألقه شديد مع اتلتيكو مدريد، زائد تألقه في كأس العالم في الموسم اللي قبله كمان. معنى كده ان هو كان رايح يكسر الدنيا، لكن الصفقه دي فشلت فشل ذريع لدرجه ان هم قعروا الاتلتيكو تاني. في المركز السادس معانا بطل العالم انزو فرنانديز. انزو فرنانديز كان لاعبا لنادي بنفيكا البرتغالي، وبرضه هتسمعوا اسم بنفيكا البرتغالي ده كتير جدا في الفتره دي، لان انزو فرنانديز راح ب 121 مليون يورو. ده اجدد صفقه معانا هنا في موسم 22 23 بعد صفقه ديكلان رايس. ده تاني اجدد صفقه معانا. انزو فرنانديز راح ب 121 مليون يورو لانه بطلا للعالم وكان مطلوب جدا في تشيلسي قبل ما يحققوا بطوله العالم. واما حقق بطوله العالم السعر رفع كتير لحد ما وصل 121 مليون في صفقة قياسية لنادي بنفيكا. في المركز الخامس معانا جواو فليكس، بس المرة دي برضه من بنفيكا إلى أتلتيكو. أتلتيكو وبنفيكا كانوا في المركزين اللي قبلين، بس المرة دي اتقابلوا في نفس القائمة. من بنفيكا إلى أتلتيكو خدوا جواو فيليكس الشاب الوسيم اللي بيلعب جناح شمال، البرتغالي الصاعد، الموهبة الصاعد. قال لك جناح شمال بيلعب في البرتغال في مركز الهاف ليفت، يبقى ده أكيد كريستيانو جديد. هنشتري كريستيانو، لكن هذه المرة في أتلتيكو مش في الريال. راحوا خدوه وبصراحة لم يقدم أي مردود يدل على قيمته كلاعب كبير. انتقل لأتلتيكو ثم
تشيلسي ثم برشلونه، راح تشيلسي تاني، راح برشلونه. انت فين يا عم جواو فيليكس؟ انا بحب برشلونه مصدقك، انا بحب اتلتيكو مصدقك، انا بحب تشيلسي مصدقك، فين مردودك؟ هستعجب. وكانت قيمه الصفقه 127 مليون يورو و200 الف كمان زياده عليهم. صفقه مبالغ في سعرها جدا من وجهه نظري لو سالتني. هنروح للمركز الرابع، واحنا دلوقتي اهو خلاص بنخلص الفيديو. المركز الرابع زي المركز الثالث في القيمه ب 135 مليون يورو، والصوره قدامك عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الى برشلونه. مش قلت لك هتسمع اسم برشلونه كتير؟ عثمان ديمبيلي اعلن التمرد وانه هو هيسيب دورتموند، هيلعب في الشارع لو ما سابوهوش يروح برشلونه. وبرشلونه كان عنده الاستعداد المادي انه يجيب عثمان ديمبيلي بسبب الفلوس اللي دخلت له. اقول لك من انهي صفقه بس قدام، وبقى معاه الفلوس. انتوا مش راضيين تدونا عثمان ديمبيلي ليه؟ قالوا له خلاص 135 مليون يورو. المفاجاه ان برشلونه دفع في عثمان ديمبيلي كل ده. عثمان ديمبيلي بعدها راح باريس بعد كم اصابات مهوله مع برشلونه. كان ما بيلعب 6 ماتشات ورا بعض، كان جمهور برشلونه يقول له ايه لا يا مدير اوباما. وصلنا للتوب 3، ومعانا في المركز الثالث هو لاعب ايضا انتقل الى برشلونه وصورته قدامك، هو فيليب كوتينو. ويا ريته انتقل عادي في الصيف، ده راح في الشتاء عن انتقال مستعجل ب 135 مليون يورو ايضا بفلوس. هقول لك قدام فلوس مين. انتقل من الليفر الى برشلونه، يعني حرام يعني ما ينجحش، كان مكسر الدنيا مع الليفر. قال لك ده مشروعنا، كان الرباعي صلاح ماني فيرمينيو كوتينيو، قال لك ده اللي هيرجعه الليفر لاوروبا. لكن انتقال كوتينيو كان هيبوظ خطه كلوب اللي نجحت بالفعل، بس بوظ برشلونه لانه لم يقدم اي مردود فني مع برشلونه يثبت انه يستحق 35 مليون يورو، حتى مش 135، لدرجه انه راح استون فيلا وما قدمش المردود اللي مستنيينه منه برضه. وفي مركز الوصافه لاغلى لاعب في التاريخ ياتي معنا امبابي. كيليان امبابي راح من موناكو الى باريس سان جيرمان بمبلغ وصل 180 مليون يورو. 180 مليون يورو يا امبابي. مين امبابي؟ امبابي ده شاب صاعد وقاعد مكسر الدنيا وهيروح ريال مدريد. الكلام ده اتقال في 2016 في الديبيو بتاع امبابي. 2017 الكلام ده بيتقال في 2017 هيروح لريال مدريد، لكنه لم يروح. في 2018 راح اعاره مع احقيه الشراء ب 180 مليون يورو لباريس سان جيرمان. طب ليه ما اشتروهوش على طول؟ لان اللعب المالي النظيف كان يمنعهم في هذا الوقت من شراء امبابي. فتمت صفقه انتقال امبابي من موناكو لباريس في الموسم اللي بعده، موسم 18 19، وكسر الدنيا والباقي تاريخ. بعد تحقيقه لكأس العالم انتقل الى ريال مدريد بعد خسارته نهائي كأس العالم اللي بعده، وبيحاول ينسجم مع ريال مدريد وبيلعب حاليا اول مواسمه. وقت تصوير الفيديو دوت احنا لسه في شهر 10، يعني بقاله بالظبط 3 شهور فقط مع ناديه الجديد ريال مدريد. وفي المركز الاول خلاص الصورة قدامك مش هحرق لك حتى حاجة، نيمار انتقل الى باريس سان جيرمان من برشلونة عافية. عافية ليه؟ لان الشرط الجزائي كان مرعب، كان مخيف، كان لا يحتمل، لا يدفع، لا يعد، لان هو مبلغ كبير جدا محتاج 3-4 ساعات تعد فيه. اما بنتكلم على 222 مليون يورو، اشهر 3 اتنينات في التاريخ هي بتاعه نيمار. نيمار انتقاله لباريس سان جيرمان كان بمثابه فضيحه. يعني ايه نادي يقدر يدفع 222 مليون يورو كاش الى نادي برشلونه؟ لان الشرط الجزائي ده كان رقم تعجيزي اساسا لكنه اتدفع. وكمان رغبه نيمار، انت محتاج رغبه اللاعب مع فلوس الشرط الجزائي، والنادي لن يكون له الحق في الاعتراض حتى. فاكر لما قلت لك ان احنا هنتكلم في الفلوس اللي جابوا بيها الصفقات؟ عايز اقول لك ان 222 يورو من 270 اساسا صرفهم برشلونه في صفقتين بس. كتر الفلوس خلاهم يصرفوا في كل حته على لعيبه ما قدمتش مردود الفني زي عثمان ديمبيلي، واحنا كمان بنتكلم على فيليب كوتينيو. فاحنا بنتكلم على صفقتين تقال قوي خلته يصرف بسبب صفقه واحده اسمها نيمار وانتقاله الى باريس سان جيرمان، الانتقال الذي احدث ضجه في التاريخ. وبدأ عداوة جديدة بين باريس وبرشلونة خصوصا بعد ماتش الريمونتادا ده اللي خلى الدنيا تولع. فبكده بنوصل لنهاية حلقتنا مع أغلى 10 صفقات في التاريخ. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة، وهنجيلك بحكاوي تانية وحاجات تانية هنتكلم فيها. وسلام.